السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم طاجين ديال اللحم بالبصله والبرقوق والزبيب. دابا ان شاء الله غنبداو بالمقادير. عندنا معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال خرقوم كركم، عندي معلقه ورق عود ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السمن، ضامه ديال زعفران والملحه. عندنا 3 دروس ديال الثومه، عندنا شويه ديال زعفران الزغبه درناه في الماء دافي اولا الماء طيب، بصيله باش نديروها من التحت، والبرقوق والزبيب والبصله والزيت مخلط ما بين زيت العود، زيت الزيتون وزيت العادي والماء باش غادي نخلطو ان شاء الله. ودابا غادي نبداو بالمقادير. غنديروا هاد العطريه، نديروا هاد الضامه ديال الزعفران، دابا غنديروا السمن معلقه صغيره، نكبوا واحد شويه ديال الماء، نديروا الثومه 3 الفصوص، نديروا زعفران زغبه، غادي نتبلوا اللحم، كل واحد يدير القياس ديالو. انا درت الملج كيجي في الطاجين زوين، هو كيبغي ترقديه وتخليه واحد نص ساعه ولا ساعه الا كنتي ما محتاجاش في البلاصه في داك الوقت اللي انت باغاه، يعني قد ما رقدتي شويه كيكون مزيان حسن، ولكن ما عندكش الوقت طيبيه. انا درت البقري، اللي عنده الغني تا هو يديرو بحال الغني بحال البقري، اللي بغى يدير يطيبو على الفاخر يطيبو على الفاخر، اللي بغى يطيبو في الطاجين على البوطه يديرو في البوطه احسن، اللي بغى هو الفاخر احسن. كنحاولوا ندخلوا هاد البصله من التحت، نديروها من التحت دواور، درت انا دواور، ندخلوها تحت اللحم. دابا غنديروا البصله، ديما كندير انا هاد المقله الثقيله الوجديه تحت الطاجين باش ما تحرقش البصله، تكون رقيقه، شن فيها رقيقه ما ديرهاش غليظه. كنديروا الزبيب اللي غسلناه ورقدناه واحد شويه في الماء، نديروه هنا الوسط، وكنديروا البرقوق من الجناب هكا فوق اللي غسلناه حتى هويا ورقدناه واحد شويه في الماء. واحد 10 حبات ولا 12 حبه اللي درت، كل واحد كيدير القياس ديالو. دابا غنكب الزيت ما بين زيت العود وزيت المائده، تقدري ديري غير زيت المائده صافي، ديري قياسك. انا درت 4 كاس. ندير واحد شويه ديال الملحه باش ما يجيناش البصله مسوسه،
متجيناش باسله. دابا غندير شويه ديال العسل، اللي بغى يدير العسل يديرو، مبغاش يديرو ما يديروش، يقدر يدير غير بصل السكر. انا درت العسل، تقدر ما ديري لا سكر لا والو، لا سكر لا عسل. ودابا غنخليو ان شاء الله يطيب ونوريكم الشكل ديالو ملي يطيب ان شاء الله. وهذا هو الطاجين اللي طيبنا باللحم بالبرقوق والزبيب والبصله. كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش اللايك وعافوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم.